المقطع اللي قدامكم هو عبارة عن ولد يضرب والده لأنه ما يخليه يروح للمكان اللي هو يريد يروح له. اليوم للأسف وصلنا لدرجة ما نحترم بيها أبهاتنا اللي ربونا وتعبوا علينا، اللي كان أملهم نكبر ونصير معين لهم، بس للأسف لما كبرنا نسينا كل شيء سووه لنا. هاك اسمعها مني، أنت اللي غارتك الدنيا ولاقي لك جماعة مدمرين حياتك ورافع خشمك، ترى يجي يوم وتوقع، وقتها ما حد راح يوقف وياك غير أهلك، وما حد راح ينزل دمعته عليك بحرقة غير أهلك، فنصيحة دير بالك عليهم. ترى والله كما تدين تدان، شو تسوي اليوم بأهلك باكر هم يصير عندك أولاد وهم يسوون بيك نفس الشيء. فالأهل يا ما تعبوا وسهروا حتى يعيشونك عيشة حلوة، فلا ضوج إذا أبوك منعك عن جماعة أو عن مكان، والله صدق إنه هذا مو ظلم لكن هذا حنان، ولا بد يجي يوم وتحس بإحساسهم.